السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المهمة جدا، ألا وهي أهم أدوية الكالسيوم الموجودة في الصيدلية، وكمان هنعرف إيه هي استخدامات الكالسيوم وإيه هي الأغذية اللي بتحتوي على عنصر الكالسيوم. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. قبل ما نبدأ لازم نعرف الأول إيه هي أهمية عنصر الكالسيوم. أول حاجة، عنصر الكالسيوم بيحافظ على صحة العظام، وكمان بيحافظ على صحة الأسنان، بالإضافة إلى إنه بيكون ليه دور مهم جدا في المساعدة على تجلط الدم في حالات النزيف. وكمان الكالسيوم بيساعد في انقباض العضلات، وبرضه عنصر الكالسيوم بينظم ضربات القلب. وآخر حاجة إنه بيحسن من وظيفة الأعصاب. عايزك تاخد بالك إن 99% من الكالسيوم اللي في الجسم بيكون متخزن في العظام، وال1% اللي فاضل بيكون موجود في الدم والعضلات وباقي الأنسجة. كلام جميل جدا. إيه بقى الأغذية اللي بتحتوي على عنصر الكالسيوم؟ بنلاقي الكالسيوم دايما في منتجات الألبان زي اللبن والجبنة والزبادي. كمان بنلاقيه موجود في أنواع من الأسماك زي السردين والسلمون. وبرضه الكالسيوم بيكون موجود في الخضار الأخضر زي البروكلي وورق اللفت والجرجير والكرنب. وممكن تلاقيه كمان في الحبوب والمكسرات، خصوصا اللوز والسمسم والشيا. طب إيه بقى الكمية اللي الإنسان الطبيعي بيحتاجها يوميا من الكالسيوم؟ من حيث الرجالة فلو سنهم ما بين 19 ل 70 سنة فهم بيحتاجوا حوالي 1000 مللي جرام يوميا من الكالسيوم، ولو سنهم أكبر من 70 سنة فهيحتاجوا 1200 مللي جرام من الكالسيوم. إنما بقى من حيث السيدات فلو سنهم ما بين 19 ل 50 سنة فهيحتاجوا حوالي 1000 مللي جرام يوميا، ولو سنهم أكبر من 50 سنة فهيحتاجوا 1200 مللي جرام يوميا من الكالسيوم. خلينا بقى ننتقل للأدوية اللي بتحتوي على عنصر الكالسيوم، وهنبتدي بالأدوية اللي بتحتوي على عنصر الكالسيوم لوحده بس، ودي بتنزل بكذا تركيز، وأهمها البونكال والكالبريج والكالسي ماكس والكالستر والأوراكال والريندوز وريتش كال. ودول جرعتهم بتكون قرص يوميا، وفي بعض الحالات ممكن الدكتور المعالج يوصف قرصين يوميا. أو ممكن تلاقي الكالسيوم محطوط عليه عنصر المغنيسيوم، وده هتلاقيه في أصناف زي الكالماج والأوسيكا، وده جرعته بتكون من قرص إلى قرصين مرة واحدة يوميا، وممكن تزيد بوصف الطبيب المعالج. أو ممكن تلاقي الكالسيوم محطوط عليه الفيتامين دي 3، وده هتلاقيه في أدوية زي الكالبريك دي والكالسيما والكالسي ماكس بلس والمونتانا كالسيوم والريسيركاينات. ودول جرعتهم في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين مرة واحدة يوميا، أو على حسب وصف الطبيب المعالج. خد بالك برضو إنك ممكن تلاقي الكالسيوم محطوط عليه الفيتامين دي 3 والمغنيسيوم، وده هتلاقيه في أدوية زي الكالتيرا، الجينفيكال كالسيوم والمونكال والكالكو بلس. ودول جرعتهم في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين يوميا، أو على حسب وصف الطبيب المعالج. أو ممكن تلاقي الكالسيوم مضاف عليه المغنيسيوم والزنك، وده هتلاقيه في دواء واحد بس وهو الزيماكال، وده جرعته في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين مرة واحدة يوميا. كمان ممكن تلاقي الكالسيوم مضاف عليه الفيتامين دي 3 والبورون ستريت، وده هتلاقيه في صنف واحد بس وهو الكالسي بلس، وده جرعته في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين يوميا. كمان ممكن تلاقي الكالسيوم محطوط معاه الفيتامين دي 3 ومادة الفلورين، وده هتلاقيه في صنف واحد بس وهو الميباكال دي اف، وده جرعته بتكون قرص مرة واحدة يوميا، أو على حسب وصف الطبيب المعالج. أو ممكن تلاقي الكالسيوم محطوط معاه المغنيسيوم والفيتامين دي 3 مضاف عليهم الزنك، وده هتلاقيه في صنف زي الأروكال أقراص، وده جرعته في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين يوميا، وممكن تزيد عن كده عن طريق وصف الطبيب المعالج. أو ممكن برضو تلاقي الكالسيوم محطوط معاه الفيتامين دي 3 والفيتامين إي، وده هتلاقيه في صنف زي الكالسيو إكس أقراص، وده جرعته في المتوسط بتكون من قرص إلى 3 أقراص يوميا. وبرضو هتلاقي الكالسيوم مضاف عليه المغنيسيوم والفيتامين دي والفيتامين سي والبورون، وده هتلاقيه في صنف واحد بس وهو الدينستين، وده جرعته في المتوسط بتكون من كبسولة إلى كبسولتين مرة واحدة يوميا. كمان برضو ممكن تلاقي الكالسيوم محطوط معاه المغنيسيوم والفيتامين دي 3 والفيتامين سي، وده هتلاقيه في أقراص زي الكالدين سي، وده جرعته في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين يوميا، أو على حسب وصف الطبيب المعالج.
عايزك برضو تعرف إن في أدوية بتحتوي على عنصر الكالسيوم مع مركبات تانية كتير جدا، زي مثلا كبسولات الكالسيترون، أو مثلا كبسولات تانية زي الماتريكس. وعايزك تاخد بالك كمان إنك ممكن تلاقي الكالسيوم في صور تانية، زي مثلا إنه ممكن يكون في صورة الكالسيوم كربونات، وده هتلاقيه في أدوية كتير، أهمها الكالسي بريكس والكالسيميت والأوكتال والأوسكاد. ودول جرعتهم في المتوسط بتكون قرص مرة واحدة يوميا، وممكن تزيد على حسب وصف الطبيب المعالج. وممكن تلاقي برضو الكالسيوم كربونات مضاف عليها الفيتامين دي 3، وهتلاقيها في أدوية زي الكالسيد والماكسيكال والكالفر، بس خد بالك من تركيزاتهم. وجرعتهم في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين يوميا. وكمان الكالسيوم دي 3 اف بيكون زيهم، بس بيكون مضاف عليه مادة الصوديوم فلورايد. أو ممكن برضو تلاقي الكالسيوم كربونات مضاف عليها الفيتامين دي 3 والمغنيسيوم والزنك، وده هتلاقيه في أدوية زي الألفا كال والكالسي كير والإنكالسيوم والأوستيوكير والأستيرشيال كالسيوم والفاروكال بلس والكالسي ماش. ودول جرعتهم في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين مرة واحدة يوميا. وبرضه هتلاقي الكالسيوم كربونات مضاف عليها المغنيسيوم والفيتامين دي 3 والزنك والفيتامين سي والسيلينيوم، وده هتلاقيه في صنف واحد بس، اللي هو الجينوكال. وده جرعته في المتوسط بتكون قرص مرة واحدة يوميا تحت الإشراف الطبي. وممكن برضو تلاقي الكالسيوم كربونات مضاف عليها الفيتامين دي والفيتامين إي والفوليك أسيد، وهتلاقيه في دواء زي الأفيكال، وده جرعته في المتوسط بتكون قرص مرة واحدة يوميا تحت الإشراف الطبي. كمان ممكن تلاقي الكالسيوم كربونات مضاف عليها المغنيسيوم أوكسايد والزنك سلفيت، وده هتلاقيه في دواء زي السوبر كال زنك، وجرعته في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين مرة واحدة يوميا. أو ممكن كمان تلاقي الكالسيوم كربونات مضاف عليها مادة الكيزينيت، وهتلاقيه في صنف واحد بس وهو البروكال، وده جرعته في المتوسط بتكون قرص مرة واحدة يوميا. عايزك تاخد بالك برضو إن الكالسيوم ممكن تلاقيه في صورة الكالسيوم ستريت، وده هتلاقيه لوحده في صنف واحد بس وهو الكالسيوم فاركو، وجرعته في المتوسط بتكون قرص مرة واحدة يوميا، أو على حسب وصف الطبيب المعالج. أو ممكن تلاقي الكالسيوم ستريت مضاف عليه الفيتامين دي 3 والمغنيسيوم، وهتلاقيه في دواء زي الكالنود، وده جرعته في المتوسط بتكون قرص مرة واحدة يوميا، أو على حسب وصف الطبيب المعالج. أو ممكن تلاقي الكالسيوم ستريت مضاف عليه المغنيسيوم والفيتامين دي والفيتامين سي، وهتلاقيه في دواء اسمه ميروسكاي، وده جرعته في المتوسط بتكون قرص مرة واحدة يوميا، أو على حسب وصف الطبيب المعالج. أو ممكن تلاقي الكالسيوم ستريت مضاف عليه المغنيسيوم والفيتامين سي، وده هتلاقيه في دواء زي الكادكس أروس، وجرعته في المتوسط بتكون قرص مرة واحدة يوميا، أو على حسب وصف الطبيب المعالج. أو ممكن تلاقي الكالسيوم ستريت مضاف عليه المغنيسيوم والفيتامين إي، وهتلاقيه في دواء اسمه ترومو، وده جرعته بتكون قرص مرة واحدة يوميا، أو على حسب وصف الطبيب. ملحوظة كده مهمة في الآخر، إن في مركب من مركبات الكالسيوم اسمه الكالسيوم أستيت، وده بيكون موجود في أدوية زي الماركال والديليكال. والمركب ده ما بنستخدموش قوي في نقص الكالسيوم، لكن بنستخدمه في حالات الهايبرفوسفاتيميا، اللي هي زيادة مستوى الفوسفات في الدم. فلو انت عندك نقص في الكالسيوم ما تعتمدش عليه قوي. وبكده نكون عرضنا أهم الأقراص والكبسولات اللي بتحتوي على عنصر الكالسيوم. واستنونا في حلقات تانية كتير. ويا ريت لو استفدت من الحلقة دي إنك تشيرها لكل الناس عشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير جدا. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.